بنت التتش. مين هي شروق فؤاد أجمل لاعبات النادي الأهلي؟ شروق فؤاد هي فعلا هتسيب الأهلي وتروح الزمالك؟ تعالى لما أقولك الحكاية. شروق فؤاد واحدة من أكتر لاعبات الأهلي إثارة للجدل بين جماهير الكرة وتحديدا جماهير الأهلي، وده بسبب كمية الصور اللي بتتاخد ليها جوه الملعب بتبرز جمالها. شروق فؤاد بدأت مسيرتها مع فريق الطايرة في الأهلي وهي 4 سنين، وقدرت بمجهودها وقدراتها الفنية إنها توصل للفريق الأول وتكون لاعبة في صفوف النادي. شروق مش بس لاعبة كرة طايرة، لا دي حاصلة على بكالوريوس في الإعلام وبتشتغل في إحدى شركات القطاع الخاص في مجالها، وقدرت إنها تنجح في تحقيق 20 بطولة مع الأهلي، وكمان حصلت على جايزة أفضل صانعة ألعاب ببطولة أفريقيا للأندية في نسختين 2016 و2019. مش بس كده، لا دي حصلت على جايزة أفضل صانع ألعاب في البطولة العربية وفي أفريقيا سنة 2015، وكمان شاركت مع المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في سنغافورة، وحصلت على لقب أفضل معدة في العرب وأفريقيا. عاوز أقولك إن شروق فؤاد كانت بينها وبين اعتزالها لعبة كرة الطايرة خطوة واحدة، وده بسبب انشغالها في شركتها اللي هي شغالة فيها، لحد ما قدرت تقعد مع المدير الإداري للأهلي وقدرت تظبط مواعيد التدريبات والمباريات مع شغلها. ومن كام يوم طلعت إشاعة على شروق فؤاد كده بتقول إنها خلاص زهقت من الأهلي وقررت تغير جلدها وتروح لنادي الزمالك في صفقة انتقال. الكل قعد يسأل إيه مدى صدقها. كل جمهور الأهلي كان في حالة ذهول من احتمالية انتقالها للزمالك، خاصة وإنها لسه مجددة عقدها مع الأهلي في مايو الماضي، عشان تخرج شروق فؤاد وتعلن بشكل نهائي وحاسم إنها لا يمكن تروح للغريم الزمالك، وإنها مكملة في الأهلي لحد الاعتزال. دليل كمان وأخير على إن شروق فؤاد مش بس مجرد لاعبة في الأهلي، لا دي مشجعة درجة تالتة، وإنها بشكل مستمر تلاقيها دايما في مدرجات الاستاد عشان تدعم فريق كرة القدم مع الجماهير، وظهر ده في أكتر من ستوري ليها على صفحتها.